اهلا بيكم احلى متابعين قناتي. النهارده حبيت اغير لكم شويه وهنروح مع بعض فلوج كده في مطار حمد الدولي بالدوحه. هكلمكم شويه عن المطار وبعد كده هوريكم شويه مناظر وشويه يعني اماكن في المطار. بصراحه حاجه تحفه تحفه وحاجه جميله جدا. يلا بينا نبدا الفيديو. الاول هكلمكم عن المطار شويه وبعد كده هحكي لكم عن كل مكان انا موجوده فيه. مطار حمد الدولي بيخدم المطارات أو السفارات الدولية بأكملها، وهو أكبر مطار في الدولة. وافتتح المطار ده طبعا كان سنة 2014 في 30/4، واستقبل الرحلات الدولية في 27 مايو 2014. المطار عنده طاقة استيعابية ل 80 طيارة في الساعة، وكمان 50 مليون مسافر في السنة الواحدة. المطار قايم على 29 كيلومتر مربع وبيضم 100 مبنى موزعة على مختلف المرافق، وبتبلغ ساحة المبنى الرئيسي للركاب حوالي 600 ألف متر مربع. أما الطاقة الاستيعابية للبضائع فبتبلغ حوالي من 1.5 ل2 مليون طن بضائع. حابة أقول لكم إن كل المساحة اللي انتوا شايفينها دي كانت عبارة عن بحر واتردم، وأنشئ المطار ما بين مدينة الوكرة وقرية بروة وطريق الدوحة الجديد. طبعا دوت بديل للمطار الدولي القديم، لان كان المطار القديم صغير وما كانش قادر على استيعاب عدد كبير من المسافرين. تعالوا بقى نتكلم عن المنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. اول منظر انتوا شفتوه كانت النافورة طبعا من فوق. هنا بقى بحاول اصور لكم الشجر اللي فعلا شجر حقيقي، مش شجر يعني صناعي ولا حاجة، لا ده شجر حقيقي وفي ثمار كمان موجودة وتقدروا تشوفوها كويس، بس انا مش عارفة اقرب لكم يعني الكاميرا اكتر من كده. وهنا زي ما انتم شايفين المكان ده بيوصل للغابة في زي سلم بتطلعوه وبعد كده ممشى بيلف الغابة كلها. وهنا طبعا في مناظر رهيبة جدا هتشوفوها لسه في الفيديو، بس لما نمشي شوية بالفيديو. وعلى فكرة كمان مطار حمد الدولي في الدوحة حصل على المركز الأول عام 2021 كأفضل مطار في العالم. الحديقة بقى اللي انتوا شايفينها او الشجر والحاجات اللي شايفينها دي بتسمى بالحديقة الاستوائية في مطار حمد الدولي. شوفوا بقى واستمتعوا كده بالمنظر بتاع الشجر والغابة الجميلة جدا. طبعا قلت لكم ان في ممشى، الممشى دوت بيلف بحيث تقدروا تشوفوا الغابة يعني كلها، تلفوها كلها من خلال الممشى ده. الحديقة دي حوالي 6000 متر مربع تقريبا، وفيها طبعا مسطح مائي هنشوفه كده بعد شوية. حوالي مساحة 575 متر مربع. وعايزه اقول لكم كمان ان كل الاشجار اللي انتوا شايفينها دي يعني في اكتر من حوالي 300 شجره واكتر من 25 الف نبات جابوها من غابات مستدامه من جميع انحاء العالم. التصميم بتاعها دوت بيساعد على تأقلم الأشجار وكمان إنها تنمو بسهولة، يعني تفضل بسم الله ما شاء الله موجودة. وكمان الضوء اللي جاي لها من السقف الشبكي اللي انتوا شايفينه ده بيدخل لها الضوء بشكل مناسب جدا، وبيخلق جو جميل ومشاعر ايجابيه كده جوه المطار. يعني حاجه محفزه بشكل غير عادي، يعني تحفه طبيعيه في مطار مش مطار بقى في دوله عربيه، ده مطار عالمي بصراحه. يعني اللي عايز ياخد كده شوية راحة كده واسترخاء كده يجي المطار، بس ولو ساعتين 3 هيحس بأجواء جميلة جدا. بصوا زي ما انتم شايفين وشايفين كده السقف الشبكي والضوء اللي داخل منه، تحس ان انتوا فعلا في غابة. يعني الموضوع مش هزار، يعني الموضوع فعلا حاجة آه، يعني متصممة صح. والسقف لو خدتوا بالكم اللي هي السقف الشبكي اللي انا وريته لكم ده ملوش اعمده، يعني مصمم بشكل ان هو ما يبقاش فيه اعمده، كله عباره عن سقوف ملهاش اعمده ماسكاها، بحيث ان هي تنقي الضوء اللي داخل للشجر ده والشجر يقدر ياخد فرصته من الضوء ويكون دايما مزدهر كده واخضر. بصوا شايفين ازاي مفيش اعمده. حابه اوريكم ان مفيش فعلا اعمده، هي مجرد يعني زي شبكه كده موجودة فوق الحديقة. والضوء بتاعها يعني مناسب جدا، الضوء بتاعها فيه يعني نسبة تحكم رهيبة، بحيث ان هي اللي يدخل للشجر ده يكون مظبوط بالظبط بالملي، يعني كل حاجة محسوبة كويس جدا. عايزة اقول لكم ان مطار الدوحة صنف كمطار عالمي بالفعل. وكمان عايزة اقول لكم ان الطاقة الاستيعابية بتاعته والارقام بتاعته نفست في الموسوعة القياسية، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأن طبعا الطاقة الاستيعابية ارتفعت جدا بعد تطوير المطار وبعد توسعته.
والمطار كمان مقيم كالأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق إن هو بيعمل استدامة عالمية من فئة ال4 نجوم، يعني واخد 4 نجوم في الموضوع ده. كمان صالة المرجان بتطل على الحديقة الاستوائية ديت، وبتضم الصالة يعني نوادي صحية وصالة تمارين رياضية، وفيها مطاعم ومراكز أعمال ومرافق خاصة بالمسافرين. يعني الموضوع عالمي بشكل غير عادي. الصالة بتبص على الحديقة الاستوائية، فالمطار كل جزء فيه بيخدم التاني بشكل كويس جدا. نقدر نقول ان مطار حمد الدولي مش بس بوابة عبور، لا انا عايزة اقول لكم ان هو واجهة، يعني واجهة للبلد بصفة عامة. خليكم معايا بقى نلف لفة كده اوريكم الحديقة كده بالراحة واحدة واحدة، وبعد كده هنروح لمكان تاني. مش هتكلم كتير وهسيبكم كده مع موسيقى هادية تشوفوا المنظر وتستمتعوا وتعملوا عملية استرخاء كده وانتوا في بيوتكم. شفتوا بقى الجمال واسترخيتوا كده مع الموسيقى ومع المناظر. انا حبيت اوريكم يعني حته حته وجزء جزء من الاشجار. دي النافوره بقى من تحت، انا كنت مصورها لكم في اول الفيديو من فوق. هنا بقى بحاول ان انا اجيب لكم الصوره من تحت. شوفوا الجمال، يعني حاجه رهيبه. شايفين الصخور دي وشايفين الزرع ده، يعني بصراحه حاجه كده طبيعيه جميله جدا. كل الحاجات دي اللي انتوا شايفينها الخضرة دي كلها نباتات طبيعية، وطبعا بتاخد رعاية كاملة وزي ما قلت لكم السقف مصمم ازاي ان هو يدخل لها الضوء المناسب وفي الوقت المناسب، يعني في تحكم هايل في الموضوع. السقف الزجاجي، ودي النافورة شكلها جميل جدا مع الإضاءة مع الزرع اللي حواليها. يعني مش عايزة اتكلم وازعجكم، بس المكان بيتكلم عن نفسه، المكان بيشرح نفسه بنفسه. يعني لو اي فيديو استرخائي مش هيكون بالجمال ده. طبعا لسه في اماكن كتيرة جدا هوريها لكم، بس انا حباكم تعيشوا لحظة بلحظة كأنكم ماشيين معايا كده خطوة بخطوة وتشوفوا الجمال ده وتستمتعوا، يعني بس تستمتعوا بالمنظر. شايفين بقى وشايفين الشجر. كلمتكم كتير عن الشجر وقلت لكم عدده،
وقلت لكم ان النباتات دي يعني واخدينها هم من غابات مستدامة. وقد ايه الرعاية اللي بتاخدها، يعني اهتمام فظيع حتى بالنباتات. لسه بقى هنشوف القطر، ولسه هنشوف حاجات كتيرة جدا جوه المطار. المطار يا جماعة يعني كأنه قلعة كده، يعني مليان حاجات جوه. مدينة لوحده، مدينة كده بحد ذاته مع نفسه. بصوا جمال الصخور كمان مع اللون الأخضر، حاجة رائعة مع الإضاءات كمان. بصوا الناس بتبقى قاعدة كده ويعني ومسترخية كده مع نفسها، كأنهم في غابة استوائية مثلا، أو هي فعلا غابة استوائية، هي مش كائن، هي فعلا غابة استوائية. أنا حبيت أقرب لكم الكاميرا أكتر، لأن فعلا دي نباتات طالع منها ثمار، يعني مش أشجار وبس، لأ ده أشجار وطالع فيها ثمار، كأن يعني فواكه وحاجات كتيرة، كل الحاجات اللي انتوا تتخيلوها هتلاقوها موجودة. دي النافورة زي ما انتوا شايفينها كده، والسوق الحرة وراها، ورا الغابة. 2500 نوع من النبات، يعني آه، كمية أو عدد مهول جدا من أنواع النباتات اللي ممكن تتخيلوها في العالم. 2500 نوع، سواء للزينة أو سواء الأشجار المثمرة اللي حضراتكم شايفينها معانا، واللي قربت لكم الكاميرا عليها في الفيديو. دي بقى يا جماعة أشجار الموز، لو انتوا يعني شايفينها. آه وهنا يعني كان الناحية التانية فيه برضو ثمرة كده، بس أنا مكنتش واخدة بالي ايه هي، بس كل أنواع الثمر موجودة في الأشجار. يعني الأشجار بتطرح، ما شاء الله على الجمال، حاجة جميلة. بصوا بقى عشان اكلمكم عن الاسترخاء، بصوا الناس قاعدين ازاي، يعني على الارض، يعني كأنهم فعلا في الحديقة كده، و حاجة جميلة واسترخاء. مع ان في اماكن للجلوس هناك، بس الناس حابة ان هي تعيش الجو كأنه فعلا يعني محمية كده، في محمية طبيعية، في غابة استوائية فعلا. حابة اوريكم لحظة بلحظة.
على فكرة عايزة اقولكم ان الغابة كبيرة جدا، يعني انا اختصرتها قد ما قدرت. يعني لو قعدت فيها، يعني أنا عملت مثلا الغابة في حوالي 15 دقيقة، لكن هي محتاجة مثلا ساعتين 3 عبال ما الواحد يلفها كاملة. زي ما انتوا شايفين كده الغابة كبيرة جدا جدا. زي ما قلت لكم هي 6000 متر مكعب، يعني كبيرة ومساحتها كبيرة، محتاجة وقت كبير للتصوير. لكن أنا حبيت إن أنا أوريكم يعني مختصر الموضوع وأجمل حاجة فيها. هي كلها جميلة، بس حبيت أوريكم أجمل يعني أو أهم مناطق. طبعا دي البساقة زي ما انتم شايفين متقسمة، كل حاجة تتحط في مكانها. يعني الأكل بيتحط في مكان، البوتلز بتتحط في مكان، زي ما انتم شايفين. حاجة برضو جميلة ومفيش اي حاجه ممكن يعني الناس ما بتقدرش ان هي ترمي حاجه على الارض ابدا. لان المكان ما يسمحش، المكان من جماله بتحاول ان انت تحافظ عليه قد ما تقدر. هنا بيبر، وبعد كده هتلاقوا كانز، بعد كده البوتلز، الزجاجات. كل مكان مختص بحاجه معينه. بصوا بقى الشجر كمان، بصوا الزرع اللي في الارض. طبعا اللي فاهمين في النباتات هيبقوا عارفين كل نوع من الانواع دي كويس جدا. احنا مجرد ما ان انا بستمتع بيها وقلت يعني تشوفوها معايا، لكن المختصين طبعا عارفين كل نبات وطوله ايه والسعة بتاعته ايه. كمان هنا زي ما انتم شايفين في اكشاك كده للناس اللي هي ترانزيت بيرتاحوا فيها. يعني المكان موفر كل حاجة. بصوا دي اكشاك كده صغيرة الواحد بيقعد فيها، ممكن يقدر ينام، يقدر ياخد مثلا الشاي بتاعه. بصوا اكشاك بسيطة كده والناس بتاخد راحتها فيها بشكل كبير. يعني بياخدوا لهم كده ساعتين نوم مثلا الناس الترانزيت، يعني مفيش وقت بقى، فبيروحوا ايه يرتاحوا، مش هينفع يروحوا في اي حتة، فبيرتاحوا كده ساعتين وبيكملوا رحلتهم عادي جدا. الحقيقة انا اتبهرت جدا كمان بالاضاءات. الاضاءات يعني مناسبة، وتحسوا ان انتوا الاضاءة عاملة زي بوزيتيف انرجي كده، مخلية الناس تحس بالراحة. يعني الواحد بيشوفها كده، يعني انا يعني عايز اقول لكم الواحد حاسس انه عايز ينام من جمالها. زي ما انتم شايفين كده الاضاءة مع الزرع مع كل الحاجات دي طاقة ايجابية غير عادية. هنا بقى نروح لمكان تاني غير الغابة الاستوائية، وعايزة اقول لكم هنا القطار، يعني في قطر داخل المطار. هنا القطر اللي بيودي من مكان للتاني. طبعا عايزة اقول لكم من اكبر واهم المطارات بوجود القطار اللي فيه. زي ما انتم شايفين كده، حبيت اصور لكم القطر برضو. بصوا القطر وجماله بقى والشياكة بتاعته. مطار الدوحة من أوائل المطارات في العالم، لأنه جواه زي ما انتم شايفين قطر، يعني المساحة كبيرة جدا. القطر ده بيستخدم هنا كده، أنا بصور لكم من فوق من تالت دور. القطر بيستخدم ليه؟ لأن المطارات طبعا أو البوابات بعيدة عن بعضها كتير، فالناس عشان تروح لها لازم تركب حاجة، فبيخلوا القطر ده يسهل عملية الوصول للبوابات، لأن عدد البوابات كتيرة جدا. يعني منظومة متكاملة. القطر موجود بيسهل على الناس، يعني مفيش اي حاجة ممكن تكون صعبة او اي اجراءات ممكن تكون صعبة هناك. يعني حتى لو البوابات انا مثلا عايزة اروح من بوابة محددة، فالقطر ده بيسهل لي ان انا اروح هناك. هنا كده من الدور الارضي بصور عند برضو القطر وصورته لكم طبعا من فوق كمان زي ما حضراتكم شايفين كده. منظومة متكاملة يعني بالفعل. هنا احنا من فوق بنصور اهو، وده المول زي ما انتم شايفين كده، والقطر عندكم اهو قدامنا هنا دلوقتي. ده المنظر من فوق يا جماعة. هصور لكم من الدور اللي بعده كمان، هيبقى المنظر مختلف شوية. هما تقريبا 3 ادوار. هنا بقى الناس قاعدة في الاستراحات اللي تحت دي زي ما انتم شايفينهم كده. بحاول اجيب لكم كل الوجهات اللي ممكن تحبوا تشوفوها او تتعرفوا عليها، بحيث اللي ممكن يكون رايح لاول مرة برضو يبقى عنده فكرة في التعامل مع المطار هناك.
نروح بقى المكان تاني عشان انوع لكم برضو شوية، بس يعني هو المطار كله بصراحة حاجة وهمية، لكن انا اللي حبيته اكتر حاجة في المطار هي الحديقة الاستوائية. بصراحة حاجة جميلة جدا. هنا بقى عايزة اقول لكم في المولات وكل اما هنا بقى فده اكتر الاحتياجات اللي مكان ممكن شفته يحتاجها يعني المسافر وهو مزدحم شويه عن بقيه طالع على الطيارة. اي الاماكن في حاجة المطار محتاجة، وبقيه اي حاجة اللي الاتجاهات حابب اللي يعمل رحناها. شوبينج دي اكتر في مكان محلات حسيت ان كتيرة هو جدا مسحوم شويه، لان الناس زي ما طبعا انتم شايفين بتبقى كده، عايزه تجيب حاجات من هناك وتشتري وتعمل شوبينج، واللي ناقصه حاجة ياخدها وهو طالع على الطيارة. يعني هنا في يعني تحسوا بحيوية شوية او حركة شوية، لان هنا يعني زي ما انتم شايفين مش مكان استرخاء بقى زي الحديقة او كده او الحديقة الاستوائية. لا، هنا في حركة، في شوبينج، في دنيا شوية. بصوا هنا بقى كنا عايزين نشتري شوية حاجات، فحبيت ان اخدكم معايا زي ما انتم شايفين. وزي ما انتم شايفين شاشات العرض الكبيرة دي يعني برضو فيها المنتجات اللي موجودة في كل مكان تحتيها. يلا بينا مع بعض كده نشوف المحلات اللي موجودة. زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين كده، ما كانش فيه اي حركة في الفيديو كتير، وما كانش فيه اي زحمة الا هنا، وبسيط جدا عند القطار، لان طبعا القطار استخدام للناس اللي عايزة تنتقل من مكان لمكان، ففي نوع من الحيوية كده. انما طبعا في الحديقة الاستوائية كانت الدنيا بقى ايه، استرخاء بقى، والناس اللي في الاكواخ زي ما انا وريتهم لكم، والناس اللي قاعدة على الارض وعند الشجر وعند الزرع. ده المول التجاري زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اجيبه لكم من كل ناحية ومن كل جزء فيه. تنسوش بقى لو عجبتكم الجولة اللي احنا عملناها دي واللي احنا بنشوفها دلوقتي، ما تنسوش تعملوا لها لايك وتقولي رأيكم في الجولة اللي عملناها في مطار حمد الدولي بالدوحة قطر. اهو ندخل مع بعض بقى يعني واحد من المحلات ده. هنا للشوكليت بقى وحاجات الاطفال. هنا بقى يا جماعه اللي انتوا شايفينه دوت بالنسبه للناس اللي مش قادره انها تتمشى جوه المول التجاري، لان المول كبير جدا برضو، فبيبقى حاجه زي طفطف كده، او زي ما انتوا شايفين العربيه دي اللي بتوصل الناس يعني عايزه اقول له مثلا وديني للمحل الفلاني، وديني للجزء الفلاني، لان طبعا المكان كبير وفي ناس مش هتقدر انها تاخد كل ده مشي. يعني عايزه اقول لكم يعني زي ما قلت لكم كده مفيش اي حاجه ممكن تكون صعبه، يعني كل حاجه هناك معروفه ومظبوطه، ومفيش اي صعوبه على المسافر او القادم على مطار